السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم راح نشارك معكم وصفة القرنطيطة في الجزائر، أو ببودرة الحمص. يعني سبق وشاركت معكم هذه الوصفة، ولكن اليوم راح نقدمها بطريقة جديدة ونتمنى تعجبكم. نمر مباشرة إلى طريقة التحضير ونصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنا عندي كيس فيه 400 جرام من فرينة الحمص أو بودرة الحمص. عندي راح نستعمل معيار كبير أو بول كبير، حتى لأنه عدد أفراد العائلة يعني عندي كبير. اللي تحب تستعمل مقدار صغير هي وش تحب. هنا راح ناخذ كيلة، يعني راح ناخذ الكيس كامل فيه 400 جرام، راح نفرغه كامل في ذاك الكيل نتاعي في طنجرة تكون ثقيلة نوعا ما. من الأحسن ما تحطوش في طنجرة خفيفة. راح نحطوا عليها 3 كيلات من الماء بنفس الكيل اللي كنت كيلت به الفرينة الحمص أو بودرة الحمص. 3 كيلات من الماء العادي من الحنفية عادي. هنا عندي حبتين من البيض، تقدروا تستغنوا على حبتين، تحطوا حبة واحدة فقط بما أنه ثمن البيض غالي هذه الأيام في الجزائر. ها عندي كمون اللي هو أساسي 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 في وصفة القرنطيطة. عندي نصف كأس من الزيت، نصف كأس من الحليب، عندي ملح بطبيعة الحال، والجبن اختياري أنا راح نضيفه لأنه راح يعزز النكهة نتاع القرنطيطة نتاعنا. هذا الوصفة يحبوها الصغار والكبار. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. نقولكم فقط اللي لسه ما حطش لايك من فضلك حط لايك فضلا وليس أمرا، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تربح في حياتك بإذن الله. هنا راح نحط كمية الكمون، ملعقة، حوالي ملعقة كبيرة من الكمون. الملح أكيد. كل شيء في البداية بارد في بارد، نحطه كل شيء في البداية في الطنجرة ونخلط بالمضرب اليدوي. أنا راح نضيفه نصف كأس من الزيت العادي، نصف كأس من الحليب بارد كذلك، وراح نكمل الخلط نتاعي. ثم راح نهز هذه المكونات كلها ونحطها فوق النار. النار تكون متوسطة. في هذه الأثناء كنوا شعلتوا الفرن على 180 درجة يسخن. وهنا قلنا نحط الخليط نتاعنا فوق النار ونواصلوا التحريك حتى يثقل، او الخليط نتاعنا يصبح ثقيل نوعا ما، مش ثقيل كثيرا ولكن ثقيل نوعا ما، على نار متوسطة. بهذه الطريقة نخلطه جيدا. لسه ما اشترك في القناة أتمنى فضلا وليس أمرا يشترك في قناتي، لأن قناتي فيها كثير من الوصفات الجميلة والسهلة والبسيطة من غير لحوم من غير دجاج، واقتصادية للناس. كثير من الناس تحب الوصفات الاقتصادية. هنا بعد مرور الوقت شوفوا حصلت على هذا القوام. هنا راح نضيف الجبن. سبق وذكرت انه اختياري مش ضروري، فقط انا حطيته لانه راح يعزز لي النكهة. في هذه الأثناء نكون حضرت صينية، اللي يحبها سمك غليظ يختار صينية صغيرة، اللي يحبها سمك رقيق يختار صينية كبيرة الحجم. أنا نحبها غليظة نوعا ما، مش غليظة كثير ولكن نوعا ما. اخترت هذه الصينية تكون صغيرة قليلا. راح نحط في قاعها شوية من الزيت، وراح ندهن الجوانب والقاع جيدا كامل ساير داير. وراح نفرغ الخليط نتاعي كله في الصينية. كما سبق وذكرت تكونوا سخنتوا الفرن على 180 درجة. نحطوها لما نشوفها نشفت من الجوانب، تنشف من الجوانب. في هذه الأثناء راح نشعلوا عليها من الأعلى، تأخذ وش أحمر من الأعلى، وثم نطلعوها بإذن الله. هنا راح ننزلوا كامل كمية الخليط نتاعنا بواسطة اسباتيل، نساعدوا نفسنا بملعقة أو سباتيولا. ننزلوا كامل الكمية. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه الطريقة ونسوي لها الوجه تاعها وندخلها الفرن مباشرة. كما سبق وذكرت راح نخلي الجوانب تنشف. شوفها نشفت، نشعلها من فوق تحمر أو يحمر الوش نتاعها ونطلعها وتشوفوا النتيجة معايا بإذن الله. هي مش راح تاخذ وقت كبير. وهنا هايلك يعني بسم الله ما شاء الله. هنا مازالت ساخنة.
كانت يعني صدقوني طعمها جميل. هنا راح نشارك معكم وصفة المايونيز، كنت شاركتها معكم من قبل، راح نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هنا عندي من 175 مليلتر حتى 200 مليلتر من الزيت النباتي العادي، حبة من البيض، حبتين أو مثلثين جبنة أو مثلث واحد، ملعقة كبيرة من الخل اللي عنده المطارد، سلطة المطارد يستعملها، أنا ما عنديش، والقليل من الملح. ثم نستعمل بالخلاط بهذه الطريقة. شوفوا الطريقة كيفاش نستعمل. أضغط قليلا ثم نتوقف، أضغط قليلا ثم نتوقف، وهكذا إلى أن تختفي كمية الزيت، ونتحصلوا على أحلى مايونيز، تكون ثقيلة ما تكونش خفيفة خالص، ويكون الطعم تاعها ما شاء الله. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف حتى تشوفوا ربط وصفة المايونيز. راح نعاود بإذن الله نعمل لكم فيديو صغير لها يعني لوحدها. كنت عملت الوصفة تاعها في بداية قناتي أو في بداية وصفاتي. هنا وصفة المايونيز تتواتى كثيرا مع وصفة الجرانطيطة، يعني يتمشوا مع بعض كثيرا. ووصفة الهريسة عندنا في الجزائر هي الشطة، يعني في ناس كثيرا يحبوا ياكلوها بالشطة والمايونيز، أو الهريسة كما احنا نقولوا في الجزائر. على بالي في بعض البلدان الهريسة هي نوع من الحلويات، ولكن احنا في الجزائر لا، الهريسة هي شطة أو حار. هنا يعني مايونيز ناجحة 100%. هنا راح نقسم لكم. تشوفوا هنا مازالت ساخنة، تخلوها تدفى قليلا. هي كل ما تبرد كل ما راح تتماسك أكثر، كل ما تقطعيها راح تعطيك قطعة متماسكة. هنا كان دافية. شوفوا نقسم لكم قطعة، تشوفوا صدقوني وصفة ولا أروع، يعني البنة تاعها مثل المحلات تماما ولذيذة. واكيد لما نحطوا لها المايونيز راح تبقى ألذ وألذ. واللي محبين الحار او الشطة اكيد راح يستعملوها في هذه الوصفة، راح تكون وصفة خطيرة يعني رائعة. بزاف كبار وصغار ياكلوها عندنا في المطاعم، في الوجبات الخفيفة، في البيتزيريات عندنا مطاعم الأكل الخفيف يوجدوها بكثرة. هنا نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم مع ألف سلامة وفي أمان الله.